الشرعية والإرادة والدستور. حنا نقول ونحن في أرض الكويت المحررة نقول للملك الأمين ملك الأردن يسقط ملك الأردن! يسقط ملك الأردن! يسقط ملك الأردن! يجيبنا مجموعة من الدرك الأردني والكعبة! مجموعة من المرتزقة ما يعلمون أن هؤلاء اللي جابوهم هم أبناء من خان الكويت. نعم. خان الشرعية. نعم. في سنة 90 كانوا آبائهم يجيبون شوارع المحافظات الأردنية ويقولون بالكيماوي يا صدام من الكويت للدمام. يجيبون أبنائهم المرتزقة بموافقة ملك العمالة الملك الصهيوني. وش وين بك يا ابو حمود يبقى العظم؟ عبد الله بن الحسين. لن نخاف ولن نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأبنائنا في القوات المسلحة والشرطة وفي الجيش والحرس الوطني، أنا أقول لكم اخواننا أنا أقول لكم هذول في نهاية المطاف إخواننا. اللي يطق كويتي والمطقوق كويتي. نعم. لكن ملك الأردني خسوي حق وإذانهم رجال. خلي المرتزقة الأردنيين ينشرون براقعهم. كويتي ما نمد ايدنا عليه. نعم. كويتي وإن أخطأ اعتبروا أي ضربة تأتي ايمون من القوات الحرس تراها ضربة عز واعتبروها زكاة لوطنيكم وحبكم للأرض. كفو. لكن حنا نقول يا ملك العمالة يا ملك الأردن إذا يخليك خير أنت وربعك هاتهم هني بالساحة. نعم. هاتهم خلونا. نعم. نفعل فيهم ما فعلنا بجيش صدام أنا دائما أنتم متواجدين في قلب الحدث ونعرف راح يجيكم ما جانا وما جاء أبناء الشعب الكويتي. بيض الله وجيههم. ولكن احنا نقول مرة ثانية نقول ونؤكد أن المعلومات التي وردت هي معلومات مؤكدة عندما وافق ملك العمالة الملك الصهيوني عبد الله بن الحسين وافق أن يرسل 3500 من الدرك الأردني. والآن أنا أتحداه أن يجيبهم يطلعهم ويشيل براقعهم هنا على الدار السادس. فعل أبناء الكويت المياه على البحر الميت. من قناة اليوم أقول لكم من قناة اليوم أقول بأن أي كويتي في القوات الخاصة في الجيش بالحرس الوطني برجال الأمن اخواننا هذول اخواننا وربعنا اللي اي واحد فيهم يطقكم لا تطقونه اكيد ولا تقربون له لا تقربون له. لكن مدكيش أردني أو فلسطيني راح ندوس على خشم صدورنا خليهم منزل في ضرب المطاعات. نعم. صدورنا خلقت لحماية الأرض والعرض والدستور أما نكون اللي نبي
نسمع منكم تحية لإخوانكم منظمي مسيرة كرامة لهم. واخوانكم النجباء جابوكم هنا.